البرنامج التالي ضد تصنيف R2 يترك الخيار لتقديرك، لأن بعض المشاهد قد تحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال أو المشاهدين ذوي الإحساس المرهق. فنشتغل ايام الاجازات ونشتغل من غير اوفر تايم، لان انت بتبني مصر. ده ما بقاش موجود. انت المشروع العام خلص والدوله صرحت بان الموضوع خلص وكل واحد يروح يربي عياله. ومش بس كده، ده اكبر مسؤولين في مصر بيقولوا كده، بيقولوا هو اهم حاجه ان انت تربي عيالك. هو العقل هو المصريين بصوا دلوقتي نفسهم يربوا عيالهم على كل النواحي، الناحيه الاخلاقيه، الناحيه التعليميه، الناحيه الخطيه والمستقبل. احنا عارفين نربي عيالنا بجد بصدق. لا طبعا خالص. بصدق ان انت لما كان عندك المهندس بتاع الفيش يجي ويحط 3 ساعات. مش قلت لك كده تستناه؟ رب الكعبه يا رب، انا نمت من على الكرسي طول النهار. وبعدين الشركات دي كلها زي بعض، ما بيعملوش حاجه خالص. وانا قلت لك تحرر الرزق، كل اللي طلبته منك انك تفتح وتفتح. عمرك كبير. حاضر. ايه حاضر يعني؟ طب انا الواد ابن عمي ممكن يصلحهولي وارخص من الشركه يجي 50 مره يا كمان. عم هات اي حد ان شاء الله تجيب كلمه الاخر. ان شاء الله. رعايه الله يا بيه. معلش هيفتح دلوقتي. ممكن تدرس هو عامل نفسه مكلم في الموضوع. بص بقى يا نور بيه، هنا بتحط كل اهتماماتك، يعني بتحب تقرا، بتحب تكتب، بتحب الكوره، كل الاهتمامات اللي عندك بتكتبها هنا. وهنا بقى يا سيدي دي الحته اللي فيها كل صورك، اي صور انت اتصورتها او حتى ممكن اصحابك يتصوروا معاك ويحطوا الصوره على الفيس هنا. وهنا بقى دي الحته اللي فيها اصحابك. بص بقى دول كلهم صحابي اجانب وبنات كمان. بص دي بقى اللي انا هشوفها. دي فيل صغنطوط ونبان. انا عارف، عايز اقول لك دي لسه عاملين لي لايك حالا على الصوره. عملت لك ايه؟ عملت لي لايك، يعني ما هو انت ممكن تعمل لايك على صور اصحابك واصحابك ممكن يعملوا لك لايك على صورك. اعجاب يعني، معجبه بصورتي. طيب ماشي يا كازانوفا، يلا ورانا شغل. هو انتوا كنتوا بتتكلموا فيه عند كمال بيه؟ كلام فاضي. خلوني معاكم. احكي لنا قصه حياتك يا محنق. مين اللي اتفقنا عليه يالا؟ والله العظيم يا باشا كنت لسه ما جاتش. اسمع يا قلبي، الحساب مصطفى. تمام يا باشا، انا هبلغ الرئيس. ايه حكايه السنين دي؟ كمان دي على علم. سلام، انت شغال بقى من ورا ظهرك؟ لا يا فندم ما حصلش. يا باشا يا باشا من فضلك خلاص كلمه يا باشا. ما بقيناش نملى عينين العيال، ما بقوش يحترمونا.
أيها الحفل الكريم مع القائد والزعيم مع السيد الرئيس محمد حسني مبارك. تهنئتي لجهاز الشرطة لتوصلهم إلى مرتكبي العمل الإرهابي بالإسكندرية. الشرطة هذا العام قد تعرضت مصر لهجمة جديدة من قوى الإرهاب. إن ما استمعنا إليه الآن من السيد وزير الداخلية سيادة النقيب، انا كنت بطمن بس ان مفيش اثار اعتداء. هي نيابه. لكن انت ايه اللي جابك؟ كمال بيه اللي اتصل بيا. امال فين بتوع المعمل؟ نايمين في العسل. لكن هو للدرجه دي بيثق فيك؟ مين اللي غطى وشها؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ كمال باشا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ازيكم يا رجاله؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا ولد؟ ازاي ابوك؟ كويس، شكرا على القضيه. لقيتوا حاجه؟ اللي قتلها شخص محترف. عايزك تمشي على طراطيف صوابعك في القضيه دي. جات لي معلومات ان ظروفها حساسه جدا. حاضر. ايوه يا فندم، بس سيادتك سيد عارفين ان في ناس لا انا مش عارف الاوضه دي باسم مين.
فندم، وانا وضحت لحضرتك ان ده حجز من نوع خاص، وصاحب الاوتيل بس صدقني هو اللي بيعرف مين اللي بيحاسب. صاحب الاوتيل؟ ايوه يا فندم، شفيق بيه. طب اتفضل يا فندم. دي حاجة بسيطة كومبليمون يعني يا فندم من إدارة الأوتيل. مين أول واحد شافها مقتولة؟ البنت اللي بتنظف يا فندم. هتوالي. مع الأسف حضرتك احنا خليناها تروح بدري النهارده. اسمها ايه؟ هي اسمها سلوى. احنا ما نعرفش اسمها بالكامل. هي بنت سودانية غلبانة بتشتغل عندنا باليومين. طب تعرفوا عنوانها؟ هي بتقول في الكيلو 4.5، بس مع الأسف يا فندم احنا ما عندناش عنوان محدد لها. يا راجل. انسو شنيتس كان بدانكن دي ماين. انا بتعلم الماني. مش رقم واحد منك. شكلك كده ماشي جايز طلقة ظرف هيجان. هنطلع بعيد صح. الو. ايوه نور، ازيك يا حبيبي؟ انت فين؟ ايه الاخبار؟ تمام. اسمع، انا عايزك تطلع لابوك دلوقتي. ايه؟ تقعد معاه وتريح عشان انا تعبت. لا مش هقدر. يعني ايه مش هتقدر؟ خلي عندك دم الدنيا اللي بعمل بقول لك عليه. بتطلب مني ولا بتأمرني؟ يا قلبي بقول لك مسافر. طب هترجع امتى؟ هرجع وقت ما ارجع، مش ده المهم. انت بتهزر. بابا انا جالي قرشين. ايه رايك نروح المستشفى؟ حقيقة النبي كده ما تقوليش حبيبي ايه جالي قرشين. خليك كده حلو وقول سرقت قرشين. ها؟ طيب ماشي. كرامة ما بتشتراش بالفلوس يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندنا شقة، في فلوس اختفت من الأوضة. انت تعرفي حاجة عن الموضوع ده؟ يا اخي نفسي اشوف لك قميص مكي. ايه؟ ما عملوش الواجب دول ولا ايه؟ بيوزعوا منشورات جنب الجامعه. شويه عيال عايزين يعملوا لنا ثوره. لقد مر 3 أيام على خروج الرئيس السابق زين العابدين. ايه رايك؟ والله السواق وساعات بيخلي الصينيين يغرقوا السوق. هي دي برضه الوطنيه يا يوسف بيه. وطنيه ايه؟ يعني ايه؟ والله احنا بننحت في الصخر. انا وماما ما بننامش عشان ناخد بالنا من كل حاجه. لو مش عاجبك خد مكاني واخد مكانك، نبدل. بالراحه بالراحه بس يا حضرات. مش انت لوحدك اللي معلق نسر على كتافك، ماشي؟ بالظبط. انت صار الصوت بتاعه يا عم. انا مستعد نقسم من جديد، بس صدقني انتوا اللي هتخسروا. مفيش اي حد هيقسم اي حاجه غيري انا. كلامي واضح. طبعا واضح. بس يا كمال بيه كلامي ده انا واضح، وانت شد حيلك شويه. احنا منتظرين منك شغل افضل من كده، والا هنعيد حساباتنا من جديد. تصور بقى بحالتهم دي وغلبونا في الكوره. دي فضيحه والله. انسى قضيه الهيلتون، خلاص نجيب حفظها على اعتبار انها انتحار. نعم. انتحار؟ ايه هي ذبحت نفسها؟ اه. مبروك. اتكل على الله، مفيش قرايه ببلاش هنا. اديني صابون غسيل، شوكولاتة كمان. Cuma jogi luar telepon. Tienen yo. Chocolate dunia mungkin. Nang raniet ke kwentong lare. Clinton. John Cordy Rachirando. Ahmad ko. Okay. مجموعة شركات شفيق القابض. حكيم شفيق المدير التنفيذي لمجموعة شفيق القابض الرائدة في قطاع البناء وتوزيع الأسمنت في مصر. نحن لنبني القاهرة الجديدة، نبني مستقبل القاهرة برؤية المعاصر. مين فيكم يا ابني انت وهو حماده منصور؟ خدوه من هنا. مين بقى اللي قرر يقلش على الرئيس؟ مش ناوي تتكلم؟ خلصت؟ انا زهقت. عايز اروح اتفرج على الماتش. اخلص. هتقول اسمه ولا لا؟ اسمه ايه؟ قول لي اسمه ايه؟ فبدأت حركة تنموية وعمرانية عملاقة شهدت مشاركة للمرة الأولى بين القطاعين الحكومي والخاص، ووصل المنتج المصري إلى مستوى المنافسة في أسواق التصدير العالمية، مع استثمار عوائد هذه النهضة في استقرار البنية الأساسية المصرية، سواء على مستوى الطرق أو الاتصالات أو المشروعات المائية والزراعية.
هيبقى في اكبر مدرسه انترناشونال في مصر. صدقوني كلها ايام قليله وهتلاقوا حاجه هتفطروا بيها كلكم تستمتعوا. اتفضلوا. متاسفين على ازعاج سعادتك. سؤال بس لو سمحت. تسرقوا ضابط شرطه ومصري كمان؟ قال لي يا اخوي مش كتير، ما انت هترجع طاهر من ذنوبك كيوم يوم ولدتك امك. بس كانت ايام حلوه جدا ودعيت لك على جبل عرفه والله. ربنا يسمع منك. طب نستاذن حضرتك احنا بقى يا فندم؟ استنى انت يا نور، انا عايزك. حاضر. انت ايه اللي ودك عند حاتم شفيق؟ ليه علاقه بالمغنيه المقتوله. طيب انا ما سمعتش ولا حرف من اللي انت قلتهم دول. احنا مش اتفقنا نحفظ القضيه؟ تمام. نور، انت مش ابن اخويا بس. انا لو جالي تليفون قد كده من الناس دول مش هعرف احميك. ده هو وابن الرئيس كده. حاضر. طيب خد بالك على نفسك. ماشي. Sẽ tafiya cha cha. Sai na wa bane je. Jalo bagame. Lazim bukur giri tege ke wako dia. أبيض. شين كراي. النت فاصل. ايوه بس انا عايز الفيسبوك. ما هو الفيسبوك على النت. يعني ايه النت في الفيسبوك؟ لا النت اللي على الفيسبوك. طب وتفرق ايه؟ انت هتمنظر عليا بروح امك؟ اللي تشوفه. تعال 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 رايح فين؟ جيب لي ام الفيسبوك دلوقتي. طيب انا هتصرف. بقول لك ايه؟ جينا المغنيه التونسيه مستنياك جوه. يا عصام. مساء الخير. مساء النور. صاحبتي اختفت، مش عارفة هي فين. قالت لي عندها ميعاد مع واحد في نايل هيلتون، بعدين اختفت. صاحبتك اسمها ايه؟ ألينا. مغنية؟ قالت لك اسم اللي كنت هتقابله؟ واحد صاحبها. حصل لها حاجة؟ صاحبتك اتقتلت. كان معها صور مش تمام. مش عايزة حد يشوفهم. عايز كام؟ ما عندناش صور يا فندم. 20. ده كل اللي معايا. ست زي حضرتك مش المفروض تدخل أقسام. اسمك بالكامل وعنوانك لو سمحتي.
ما خلاص خلصت المسرحيه. كبير صالح، خد اظبط لك الدش يا باشا وابو جزاي الفل. اخيرا. بس ما عرفش ليه ما بيجيبش غير جنوات طلياني. ايه؟ انت قلت ايه؟ ما بيجيبش غير جنوات طلياني. الطلياني كويس. ده ابن عمك؟ اه. Francesca c'è. Ludovica c'è. Anzi, la nostra campionessa. ايوه مين؟ ايوه افتح. أنا فعلا كنت معاها ليلتها في الفندق. والنيجاتيف بتاع الصور دي معايا. هو هيحاول يلبسني القضية بأي شكل وما دفعتلوش. هو كان فاكر إنها بتاعته. المدير بتاعها ناجي التونسي. بس حضرتك عضو في مجلس الشورى وعندك حصانه. مفيش حصانة في الفضايح. القضية اتحفظت يا حاتم بيه. أنا هخليهم يفتحوا التحقيق تاني. انت عايزني انا ليه؟ لما انت قابلتني أول مرة انت عارف كويس قوي إن أنا كان ممكن أفعصك أنسفك. أنا عمري ما طلبت مساعدة من أي حد، بس أنا بطلب منك دلوقتي إنك تساعدني. أنا كنت بحبها وهي كمان كانت بتحبني، وكانت عايزاني أسيب مراتي، وكانت عايزة تسرق النيجاتيف. اتعرفت على ليلنا ازاي؟ في كلاب سوليتير. الدهب طبعا حرام على الرجالة. بيقولوا يوم القيامة ان هو هيتحول لكلبشات من نار، بس في ناس بالنسبة لها هو يستاهل كل حاجة. فين النيجاتيف يا أمير؟ خد الصور ضابط شرطة. ضابط شرطة؟ اهدى يا ناجي، أنا بقول الصح، بقول الحقيقة.
وانا مصدقك يا امير. تجمعوا في الدنيا وتحابوا وتآلفوا يقول لهم الله جميعا الجنة. أنا بقول الكلام ده لأن هيفرق قوي. لو العدد ده كل الناس اللي قاعدة هنا عندها أهداف محددة في الحياة عايزة تحققها وعايشة عشانها. لو العدد ده بس مش كل الأمة الإسلامية العدد ده فقط. والله لو العدد ده فقط عندهم أهداف في حياتهم عايشين. صاحب التاكسي بياخد مني 180 جنيه في اخر الورديه. اديهم لي اشغل لك العداد. والله يا باشا احنا بنتفشخ في البلد دي ولا حد حاسس بينا. اولاد المرأة يروحوا يتعالجوا بره. يا اخي ده حتى السجاير والله العظيم ما بقينا عارفين نجيبها. بس انت شكلك امير يا باشمهندس. اتفضل. شفت انت يا باشا الحوار بتاع الواد بتاع اسكندريه ده؟ هما اولاد الاحمد لموا على الواد عدموه العافيه لحد ما مات. في كده يا ابن العرس. يقول لك بقى ايه؟ العيال دي والله بتاعت النت دي جابت صوره الواد وراح محطينها على النت وقال لك هنعمل ايه بقى؟ هننزل يوم 25. يوم 25 خد بالك ده عيد الشرطه. ها؟ هننزل بقى نوري ولاد الوسخه دول الشعب بيقول عليهم ايه. انا بفكر انزل والله. انت ايه رايك؟ تنزل؟ لازم انزل. اصل انا واحد من ولاد الوسخه. لعلمك الاسكندرانيه دول ولاد احمد مفلماتيه والواد ده في الاخر هيطلع بتاع بانجو. بس برضه المساله ما تخش الدماغ كده يعني هما هيضربوه منهم لنفسهم كده. بحث ده افتح. ازيك يا أبو؟ ازيك؟ نظرنا النبي. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام زي ما انت شايف اهو. اما انا هبيع حته الخرا دي ولا يقلبوها جامع احسن. مساء الخير يا باشا. منورنا ليه؟ اسمه انت تعرف واحد اسمه ناجي؟ ناجي معرس؟ لا ده بتاع مزيكا. مزيكا ايه يا باشا؟ بص هو مشغل له بنتين ها بيرقصوا وبيغنوا عاملين فيها فنانات. شغال في كلاب VIP. هم يعلقوا الرجاله وهو يصور وينفض يصور وينفض. شغال على كده بقاله كتير. بيستعمل ايه؟ الكاميرا القديمه اللي فيها النيجاتيف دي عشان ايه؟ عشان الناس تدفع اكتر. تعرف الاقيه فين؟ بص هو عنده كلاب كده. كلاب سوليتير؟ هو ده. انت لسه هو يا باشا وهرس كل حاجه. ما انت عايزه ليه؟ عايز اغني. اشربنا حاجه ولا ايه؟ يا باشا مكانك ومطرحك. تعالى حبيبي تعالى اتفضل. ما تخافش ينفعك. الف مبروك يا باشا. الف مبروك. مبروك يا بيه يا باشا. مبروك يا فندم. الف مبروك يا باشا. مع الف سلامه. ايه ده؟ مبروك يا سياده المقدم. مقدم؟ شوف جربها. بيني وبينك انت طلعت عبقري، انا طلعت ما بفهمش حاجه. انت كنت ماسك حاجه على حاتم شفيق. هو في حاجه بينه وبين المغنيه ومش عايز يتفضح. وبيقولوا انه مديرها هو اللي قتلها. طبعا مديرها هو اللي قتلها. نجيب خلاص وافق يفتح القضيه من جديد وهنفوت له 100,000 عشان ما يبص لناش في اللقمه. وانا وانت هنقسم الباقي. شويه فلوس حلوه تشتري بقى العربيه البيجو الحلوه بدل العربيه المعفنه اللي انت راكبها دي. ان شاء الله. والله انا فخور بيك يا نور. انت خليتنا خلاص نتعامل مع الVIP مباشره. الايام الجايه انت هتقعد في مكاني هنا.
يكون تشرالوي Aciga milian. يكون كتير كان لوي ناتي جا بوات شوك تلاقي كيف كيف بوات بس أتكي كوا تبين مساء الخير. اتفضل يا باشا. مسافر وحدك مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني والدار من قلبي أنا مسلم دعنيا دموعها بتتكلم دعنيا دموعها بتتكلم يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني وتشغلني سيادة الرائد، ايه اللي جابك هنا؟ مقدم لو سمحت رقوني. صوتك يجنن. انا ما بشربش. تعال اعرفك على اصحابي، ها؟ لا 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 لا, لا. يا ميدو والله كنت هاي. الله يخليك. اعرفكم نور الدين صاحبي. اهلا وسهلا. انت راجل محظوظ. حضرتك بتشتغل في ايه؟ بص انا في مجال السيراميك، اكبر مصنع حمامات في الشرق الاوسط. حمامات نور الدين، ما تعرفوهمش؟ ممكن تكون عملت بيبي في واحد منهم من قبل، مش فاكر. احكي لهم عن طويلة الذهب اللي عملته للرئيس. حبيبتي احنا أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والقى دموعي فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك، ورضاها يبقى رضاك وساعتها عاجبك المنظر؟ عندي شغل بكره.
كنت عارفة ان لالينا كانت في علاقة مع راجل مهم قوي؟ هي قالت لي بتحب واحد. تعرفي ناجي التونسي؟ تعالى. ناني فوق. Boleh ini sejak. بسرعه يا ابني اتحرك اتحرك اسرع. في ايه يا علي؟ ايه اللي بيحصل؟ نور بيه الدنيا ولع عند الاسم في 4:30. بيقولوا في ضابط قتل 2 سودانيين هناك، واحد عمده باين مسمي نفسه كلينتون والثانيه شابه صغيره. انت بتقول ايه؟ ما تقلقش يا فندم احنا بنسيطر. يا نور في ايه؟ البت بتاعت التنظيف اتقتلت. بتاعت الهيلتون. البت اياها؟ دي غلطتي انا. لا وحياة ابوك ما تقولش. تحب اتحرك انا؟ لا ما تقلقش، انا عارف انك فين. صلي مدام جينا مش موجودة. قلت لك تصلي مدام جينا. ناجي اطلع.
افتح احسن لك. ناجي. نوردين بارد دمك نوردين زعلان؟ تعال شوية شوية الكرة دي والمصحف مشرق في السبعة سنودي السلام عليكم. بس يلا انت تطلع مين بقى يا رحمة؟ المقدم نور الدين مصطفى. مقدم؟ ايوه مقدم. من اي اسم حضرتك؟ قصر النيل. قصر النيل ما شاء الله. بس هنا مش قصر النيل. الراجل ده متهم في قضية قتل. لا مؤاخذة يا سيادة المقدم، أنا هنا اللي بقرر مين المتهم ومين اللي مش. قوله يا خالد بيه قوله انت أنا ما خافش من أضعف جعيز في عيلتكم. أنت بالنسبة لي شمام وبس. كده يا خالد بيه تخلي المنيوك يضربني؟ اخرس يا كسومة.
اصحاب احنا اتقابلنا قبل كده. مؤاخذه يا ست المقدم. حرام عليك يا خالد بيه، انا بدفع اكتر من كده. جرى يا ابن الوسخ وانا مرتشي؟ ابدا لا يا خالد بيه، ابدا. عندك محمد. دول كمان. خلاص ما في شيء. طلب محامي؟ لا مش عايز محامي. ايه يا نور؟ تقبض على الناس على الصبح كده. طب نفطر الاول. فين صور شفيق؟ هي الصور مش معاكم؟ ده لينا اللي سرقت الصور منك مش كده؟ يا واد يا جامد، هو ده البوليس ولا بلاش؟ فاكر نفسك ماسك تحقيق بحقه حقيقي؟ لم لسانك يا الله تعوض. كنت فين ليلة ما اتقتلت؟ كنت مع جين. جينا تشهد بكده؟ لو هي لسه عايشة. انت مشتبه فيك بجريمة قتل لينا. انت هتفضل معانا هنا في الحجز تحت التحقيق لمدة 15 يوم. ماما! ايوه. ايه؟ ما تشيلش عينك من عليه، بس ما تلغيش معاه، ده مش سهل. طب بتروح فين؟ مومو فين؟ معرفش. مومو فين؟ معرفش سعادتك. قوم اصحى. قوم. ماشي ماشي. يعني هنكلم له شؤون الضباط ان شاء الله. طيب بس بعد اذنك البيانات يا باشا. مومو فين؟ امن الدوله عايزين يتكلموا معاك. خير. ناجي مات. طيب ما يهمكش المساله دي، احنا هنتصرف فيها. المهم لو بيعملوا تحريات هتقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه ولا حاجه. طب روح بالميري. بس هم هيقولوا عاوزين نصيبنا، لو عرفوا ان في فلوس هيكوشوا على كل حاجه. انا شخصيا هشيل المرسيدس بتاعتي عند ابن خالتي. ايوه يا باشا، ايوه. الاسم ايوه يا باشا. والله العظيم ما ليا ذنب، والله العظيم جات لي اوهام. اسمعني بس. انت دخل يا محمد. انا اللي غلطان اني وسخت فيك. قدم نور الدين. امن الدوله طالبيني. وبتقول لي انا ليه؟ جينا فين؟ انت نسيت نفسك. جينا بقى. فين؟ وطي صوتك. ناجي مات. هي الصور كانت مع ناجي؟ لا. انت كويس يا نور الدين، وبتشوف شغلك كويس.
اتفضل. اسمك ظهر في التحريات. تعرف مغنية اسمها جينا؟ لا. لو مقتولة من ساعتين. كانت مذبوحة ومرمية على كوم زبالة. كمان مصطفى يبقى عمك صح؟ احنا بنشتبه فيه. انت شفت منه حاجة كده ولا كده؟ لا. من يومين 2 سودانيين اتقتلوا. منهم البنت بتاعت النظافة في الهيلتون. بيقولوا انها شافت جريمة القتل هناك. انت قابلت البنت دي؟ دورت عليها بس ما لقيتهاش. ايه علاقتك بحاتم شفيق؟ ولا حاجة. حاتم بيه شفيق عضو مجلس الشورى. يعني أي تحقيق يخصه يعتبر أمن دولة. اتفضل. على السلامة يا نور بيه. صحيح الباشمهندس الجديد جه وصلح لك الدش وكله بقى 100 100، فتح لك الاوروبي كله، وبالاماره كان معاه قمر الاوروبي حريم مالتي يا استغفر الله العظيم. صالح اصحى صالح. باشا عندي حاجة مهمة لازم تشوفها. تحت أمرك سعادتك. علي يلا نطلع مأمورية. بقولك ايه؟ تعالي تعالي ما تخافيش. الو انا معايا صاحبة البنت اللي بنوتها هي. ايوه ايوه معايا في العربية. لا 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 يوسف دي كان حادثة بس عرفت اطلعها. امين شرطه مسكها في ميدان التحرير وجابوها على الاسم. انت اتجننت؟ تجيبها لي في البوكس؟ دي البنت الوحيده اللي شافت جريمه القتل. انا جبتها عشان
لازم تلاقي كمال بيه وتقول له ان انا اللي اديتك الاوامر تخرجه. كمان تقول له ان حبيب شفيق بيحاول يخلص منك. بس خد بالك ما تتكلمش مع حد غير كمال بيه. سلوى اسمعي ما تخافيش، تعالي معايا. تعبانة؟ جعانة؟ انت عارف ان انا بحبك زي اخويا الصغير. ايه؟ مش عايز تتكلم برضو؟ انت شفت ايه بالظبط؟ شفت شفيق خارج من الأوضة، كان بيلبس الساعة بتاعه. سمعت صوت مرة في أوضة بتقول له انت وعدتني، وركب في أسانسير ومشى، وانا رجعت اخلص شغلي. بعد شوية سمعت صراخ، وراجل تاني طلع من أوضة. طب بعد ما شفتش فين؟ بعدها بدي اسمع الصريخ. مش زمن كتير، انا بس كنت قاعد اشتغل في الممر التاني ده. نفس الراجل ده ياهو جالي كلينتون. شوفي فاكر انك اتقتلتي. متأسفين على ازعاج حضراتكم. ممكن كلمة على الانفراد؟ احنا لسه في ال11، ممكن تستنى شوية؟ للأسف لا. لينا كان معاها الوصل بتاع الصور لما اتقتلت، وانا معايا الصور والنيجاتيف كمان، وعندي شهادة. أنا متأسف يا جماعة. كنت فاكرك ذكي، بس أنت طلعت غبي. فعلا غبي. أنت فاكر نفسك في سويسرا؟ مفيش عدالة هنا. انت ايه اللي بتهببه ده؟ شفيق بيه اتفضل سيادة. لا
انا عاوز المحامي بتاعي. اتفضل حضرتك عندي في المكتب. انا قلت عاوز المحامي بتاعي. وصلوا كلهم مش هنخلص. عاملوك ازاي يا شفيق بيه؟ انت مسؤوليه كامله عن اختطاف عضو من مجلس الشورى. ممكن حضرتك نتكلم بهدوء؟ انا عارف ان اخويا غلط، بس يعني ده ما يمنعش ان احنا نتكلم بشكل متحضر يعني. مين وكيل النيابه هنا؟ اهلا وسهلا. اهلا. انت عارف الكارثه القانونيه اللي حطيت نفسك فيها؟ يا فندم. يا فندم. حاضر سعادتك. حاضر يا فندم، حاضر. كلام سعادتك، اتفضل. اتفضل سعادتك، اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل سعادتك. صدر قرار من سيادة النائب العام التحفظ على حاتم بيه شفيق والقبض عليه اتهامه بجناية قتل لالينا في الفندق. المدام والاولاد لازم يسافروا على دبي في اسرع وقت ممكن. حاضر. والاوراق المهمه انت عارف كويس هتوديها فين. انت شفتيني، انت عارفه كويس ان انا ما قتلتهاش. عارفه كده ولا مش عارفه؟ انا كنت بحبها. سرير جوه. ده مرتك؟ حلوة. وين هي؟ ماتت في حادثة. شفيق ما قتل مرده، هو قال بيحبها. ده شنو ده؟ ده دواء. ده هو شنو؟ عشان راحة البال. تمام. جد الأوامر. هنضرب في المليان. هنضرب مين يا فندم؟ اضرب فيهم يا يوسف. اضرب.
الجماحير، واندفع عدد منهم إلى أعمال سد وأحداث تلفيات بمنشآت عامة. حاتم، يعني حسب ما تم إعلانه من قبل الحاكم العسكري هناك ما يقرب من دقيقتين ونصف ويبدأ حظر التجول. الصورة في الشارع لديك حتى الحياة الطبيعية كيف هي؟ المواطن الآن مهتم بالحصول على الخبز من الأفراد من المخابز، ومهتم بالحصول على فاكهة، مهتم بالحصول على تدبير الماء. المواطن البسيط يعي المسؤوليات، لديه زوجة وأولاد وأطفال. نعم حاتم، وأنت معنا الآن نشاهد عمي. إذا هي الصورة أصبحت أهدأ، أصبح المواطنون يلتزمون بالقرار الذي صدر من قبل الحاكم العسكري السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية بفرض حظر التجوال، والذي يبدأ في تمام 6 عقب ما شهدته بعض. السلام عليكم. يلي هنا، يلي هنا يا عم. ايوه السلام عليكم. 3000 كيلو بطل. اتفضل. سلمى. انا من غيرك مش هعرف الحقيقه. الراجل اللي انت ضربتيه بالنار ده شفتيه قبل كده؟ بالهيلتون؟ تعالي. يلا امشي، سيبك من بلدي، مالكيش مستقبل هنا. شرطة، ادخل ادخل. عمي عمي فين يا ابني؟
كمان بيه. سلام. يلا بينا. هتسيبه يهرب؟ هتسيبه يهرب؟ طبعا مش خدنا فلوسنا. مش ممكن نعمل كده، هو اللي قتلها. مش هو اللي قتلها، هو بس حب البنت الغلط. اهدى، احنا خدنا فلوسنا. سبته يهرب ليه؟ ليه؟ اهدى شوية، احنا خلاص خدنا فلوسنا. في قتيل في عربيتي. القاتل طلع من امن الدولة. ساعتها هيركبونا احنا برضه، هيلاقوا غيرنا يعني. انت كان لك يد في قتل الليله ده؟ يا اخي الله يلعن ابو ام الحمود دي، عايز اكل اي حاجه. انت اللي قتلتها؟ انت بتقول ايه بس؟ طبعا لا، بس انا كنت عارف البيزنس اللي بيعمله ناجي، كنت عارفه كويس طبعا. كان بيصور رجال اعمال مع بنات، كنا بنتقاسم، كان بيطلع لي قرشين حلوين قوي. لكن لما جاب صور شفيق الموضوع راح لمستوى تاني خالص. امن الدولة اتصلوا بيا ساعتها، انا قلت بقى احنا زودناها حبتين، بس طلع ان هم عايزين يقسمونا عادي يعني. ساعتها بقى مفيش يوم مرحميني، غلبانة البنت راحت في الرجلين، جالها الوباء الله يرحمها. هنعمل ايه بس؟ المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة لتنفيذ كذلك من الحفاظ على الأمن وتأمين المرافق العامة والممتلكات الخاصة. وما زلنا نتابع مع حضراتكم الصورة من شوارع القاهرة وبالتحديد من وسط المدينة. يا نور، في حاجة غلط؟ مالك؟ وذلك نظرا لما شهدته مالك تعبان ولا ايه؟ من أعمال الشغب والخروج على القانون وأعمال الشغب والخروج على القانون. حيث وقفوا الشرطة أنا اتخنقت بقى من القرف ده. وبعت روحي تصحيك، قوم ياللي شاغلني بيك، جرب ناري الاقيك، شو شاغلني
روحي تصحيك عاملك زي ابني. ايه الندالة؟ اوكي، عاوز تقبض عليا؟ اقبض عليا يا حضرة الظابط، اقبض عليا.